ريال مدريد يقدم راتبا خياليا لبيلينغهام. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما هو السعر الأنسب لصفقة جودي بيلينغهام؟ شاركونا بالتعليقات. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن الراتب المتوقع أن يعرضه ريال مدريد على صفقته المحتملة جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند. ويتطلع ريال مدريد لضم بيلينغهام الصيف المقبل رغم قوة المنافسة على اللاعب من عمالقة البريمير ليج مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي وليفربول. وبحسب شبكة كادينا سيري الإسبانية فإن دورتموند منفتح على بيع لاعبه شابي المتألق في الصيف المقبل حال تلقى عرضا قيمته 120 مليون يورو على الأقل. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط لمنح بيلينغهام راتبا سنويا بقيمة 12 مليون يورو ولمدة 5 مواسم. ويرتبط بيلينغهام بعقد مع دورتموند حتى صيف عام 2025. وشارك النجم المنتخب الإنجليزي في 20 مباراة مع دورتموند هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وينوي الريال وضع بند في عقد متوسط ميدان منتخب إنجلترا يحميه من كبار أوروبا من خلال شرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو. وقد يتجه النادي الملكي لتقليل المبلغ المدفوع نقدا لدورتموند، وذلك من خلال إقحام بعض اللاعبين في الصفقة على غرار إبراهيم دياز وإيدن هازارد برحيل أي منهما لسيجنال إدونا بارك. ويعتقد مايكل أوين أسطورة الكرة الإنجليزية أن جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند لا يجب أن ينضم إلى ريال مدريد. وكان صحيفة ذا صن قد قالت أن اللاعب الإنجليزي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على حساب مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي. وأضاف: لقد أدى أداء جيدا في ألمانيا واتخذ هذا القرار من مغادرة برمنغهام عندما كان صغيرا للغاية حتى تتاح له فرصة اللعب. دورتموند لديه قيمة كبيرة في أيديهم. وتابع: الدوري الإنجليزي الممتاز هو أكبر وأفضل دوري في العالم. إنه مجرد سؤال حول أي نادي يمكنه تحمل تكاليفه. ليس هناك الكثير لأنها موهبة خاصة ومميزة. سيكون واحدا من أفضل اللاعبين. كان بيلينغهام أحد نجوم إنجلترا في كأس العالم، حيث قدم الشاب سلسلة من العروض الرائعة لمساعدة فريق جاريث ساوثغيت على الوصول إلى ربع النهائي. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.